السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم احبابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وافضل حال. النهارده هعمل معاكم صينية مكرونة بالبشاميل بالجبنة، حاجة كده ممتازة. يعني هنعمل صينية مكرونة بالبشاميل بالجبنة، غرقانة جبنة من غير ما نحط فيها جبنة. يلا حط لايك للفيديو وتعالي نشوف الطريقة هنعملها ازاي. لأول مرة بتشوفيني ولسه ما اشتركتيش في القناة، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كل الفيديوهات عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. اول حاجة كده عملتها خلطت شوية بصل كده محترمين، بشرتهم يعني. ممكن لو ما عندكيش كبة تبشريهم في المبشرة. معايا بقى حلة على البوتاجاز، حطيت فيها كده معلقتين كبار مليانين من السمنة، وحطيت ربع كيلو من اللحمة المفرومة. هي كانت متلجة شوية فانا بحاول ان انا اكسرها كده. وحطيت عليها البصل، بحط اللحمة والبصل مع بعض عشان يشربوا كده وياخدوا من بعض. بعد كده حطيت عليها على اللحمة البهارات بتاعتها، حطيت قرفه وجنزبيل وبهارات لحمه. بهارات اللحمه دي عملتها معاكم قبل كده كذا مره، هسيب لكم الفيديو ان شاء الله في نهايه الشاشه. نزلت عليها بقرنين فلفل رومي وقرن فلفل حامي، وبقلب الكلام ده كله مع بعض. وطبعا ظبطت الملح بتاعها. بسيبها بقى كده شويه، بصوا عامله ازاي، تحفه وجوسي وجميله. هاخدها بقى انقلها في طبق تاني كده، وارجع الحله على النار عشان اعمل فيها البشاميل. وزي ما انتم شايفين الحله الناحيه التانيه بسلق فيها نص كيلو من المكرونه القلم. حطيت كده حبة سمنة محترمين حلوين، يعني ما يعادل 4 معالق كبار من السمنة. عارفين المعلقة الكبيرة بتاعت الأكل؟ حطيت 4 معالق كبار مليانين. السمنة ساحت كده، ونزلت عليها ب4 معالق كبار من الدقيق. وهبتدي اقلبهم كده مع بعض كويس قوي لحد ما الدقيق يتشرب السمنة كده، ويتحمص كده تحميصة حلوة وريحته تطلع. واحس كده ان هو لونه اتغير للون البيج وريحته بقى حلوه كده، بس خلوا بالكم لا يتحرق منكم علشان ما يغيرش الطعم. بعد كده هنزل عليه بنص كيلو من الحليب او اللبن الساقع. ببدا اقلبه بقى زي ما انتم شايفين كده، عماله اقلب فيه اهو كده علشان يتحمص معايا حلو. والمكرونه هناك انا مش ناسيها وبقلبها. عايزه اقول لكم ان انا زودت عليه كمان معلقه سمنه، وبعد كده نزلت عليه بقى بنص كيلو من اللبن، اللي هو نص لتر حليب. وبعد كده بقلبه كويس، وهنزل بقى عليه كده ايه بكيس بشاميل بالجبنه. بنجيب كيس بشاميل بالجبنه، انا هنا مستخدمه اللي هو بتاع ويلز. عايزه اقول لكم بقى هو ده السر اللي بيخلي البشاميل بتاعك كله جبنه وغرقان في الجبنه. بتعملي البشاميل بتاعك عادي، بتضيفي اللبن، بتروحي ضايفه ايه كيس اللي هو البشاميل بالجبنه ده. تمام كده، بنقلبه بقى كويس جدا لحد ما يبتدي يتقل. حسيت ان قوامه تقيل قوي، بتزودي شويه لبن كمان زي ما انا ما عملت كده. حطيت شويه ميه مش شويه لبن عشان كان اللبن عندي خلصان. طبعا انت عايزه تحطي لبن على ميه ماشي، عايزه تحطي لبن بس ماشي. هنا المكرونه كانت استوت وشلتها صفيتها. بدات بقى ان انا اقلبها. عايزه اقول لكم هو طعمه حلو ممتاز. حطيت بس فيه سنه شوربه دجاج بسيطه قوي. طبعا انتوا لو مش بتحبوها استبعدوها، لكن هو كده خلاص مظبوط معايا ومش محتاج ولا ملح ولا بحط له فلفل اسمر ولا اي حاجه. طبعا انا عاملاه كله جبنه بكيس الجبنه ده. عايزه اقول لكم يعني كانك كده جايبه علبتين 3 جبنه نستون حطاهم في قلبي. طب لو انت مش عايزه تستخدمي الكيس بتاع الجبنه ده، ممكن تحطي 5 قطع من الجبنه النستون، وحوالي معلقه كده او قطعه برده من الجبنه الموتزاريلا. قلبته بقى، ولما ابتدى القوام معايا بقى كريمي، وبتقلبي فيه كويس قوي علشان ما يكلكعش معاكي. القوام بقى كريمي كده، جبت الطاجن بتاعي وفرشت فرشه حلوه كده من البشاميل في قاع الطاجن. وحطيت نص المكرونه التاني. طبعا المكرونه انا بصفيها، بس بصفيها كويس جدا في المصفى، ما بغسلهاش ولا بضيف لها زيت، وبسويها تسويه عاديه خالص، التسويه اللي هو كأن هنعملها بصلصه. تمام كده. حطيت بقى نص المكرونه، وبعد كده حطيت عليها رشتين كده من البشاميل، وبعد كده حطيت العصاق كده زي ما انتم شايفين. الطريقه دي ممكن تعملوها بدل العصاج اللحمه ممكن تحطوا عصاج فراخ، فهتبقى نجرسكو. تمام. طريقه حلوه جدا، وعايزه اقول لكم بتدي طعم حلو قوي. والله البشاميل ممتاز. انا عندي ولادي بيتخانقوا عليه ويقعدوا يقول لي خلي لنا حبه، من كتر ما هو طعمه جميل وتحس ان هو زي ما قلت لكم غرقان كده جبنه. المهم سويت العصاق كده في الطاجن، وبدات انزل بنص المكرونه التاني، وبرده بسوي المكرونه كده كويس قوي. وعايزه اقولك ان انت ممكن تعمليها في اي طاجن عندك عادي خالص. ممكن تعمليها في صينيه المونيا مربعه او مدوره، ممكن تعمليها في طاجن فخار، في طاجن بايركس زي اللي انا بعمل فيه، زي ما انت عايزه، مش هيقولك لا. حطيت بقى الطبقه الاخيره وهي البشاميل كده، وهبتدي بقى ان انا اسويه. عايزه اقول لكم البشاميل حلو جدا.
انا بحب اعمل طبقه سميكه كده على الوش، يعني بعمل البشاميل زياده شويه عشان بنحب الطبقه اللي على الوش تبقى كتيره كده وسميكه شويه، بيطلع معايا بقى جوسي وطري وحلو جدا. المكرونه بتبقى مستويه، اللحمه العصاج برضو مستويه، كل حاجه معانا مستويه، البشاميل مستوي. احنا بندخله الفرن ياخد لون بس ويخرج. فالناس اللي بتقول صينيه المكرونه بتقعد ساعه وساعه ونص، ده ليه؟ ليه؟ كل حاجه مستويه، احنا بندخلها تاخد لون بس. تمام كده. فانت بتدخليها وتشغلي الفرن فوق وتحت لما تاخد لون. تمام. لو ما عندكيش الفرن بيشتغل مع الشوايه، بتشغلي تحت شويه لما تحسي ان هي خلاص خدت لون كده حلو، او ابتدت ان هي تستوي. بتعرفي منين بقى؟ بتلاقي الجناب كده ابتدت تطلع السمنه بتاعتها، فكده بيبقى تمام. روحي مشغله عليها الشوايه تاخد لون حلو كده، وبعد كده تطلعيها. تمام. حطيت بقى، انت ممكن تحطيها على كده، ممكن تدهني وشها فرشه كده بشويه سمنه سايحه، يعني تسيحي شويه السمنه وتاخدي بالفرشه وتدهني وشها. ممكن تعملي زي ما انا هعمل كده، والطريقه دي طبعا بتبقى حلوه جدا وبتزود جمالها جمال. بنجيب الزيتون اخضر واسود، انا كان عندي اخضر واسود فحطيت الاتنين. حطيت بقى زيتون كده، وكان عندي جبنه رومي بدات ان انا اكسرها كده على وشها، وكمان فايض عندي شويه جبنه موتزاريلا هحطهم بقى على الوش. بتطلع بقى، عايزه اقول لكم، واخده لون جميل. الزيتون بيديها طعم حلو قوي قوي، وتحس ان هي ايه، داخله على بيتزا شويه، يعني مكرونه بالبشاميل باللحمه العصاج بالبشاميل بالجبنه الجميل بتاعنا ده. وتحسي برضو ان الزيتون بيديها طعم حلو قوي كده، ميكس كده داخل في بعضه، طعمه حلو قوي. المهم دخلتها الفرن والتسويه زي ما قلت لكم. بعد كده هطلعها دلوقتي وشوفوا الجمال والحلاوه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طالعه ريحتها حلوه جدا جدا جدا، وواخده لون جميل قوي زي ما انتم ما شفتوا اهو. بصوا الجمال والحلاوه، حاجه كده في منتهى الجمال. بجد كيس الجبنه ده اللي انا حطيته ده، يعني هو ده السر بتاعها بجد، مخليها كلها كده طعمها جبنه لذيذه قوي. بقطعها بقى، بصوا يعني عايزه اقول لكم هتطلع الخرطه بخرطتها، وانا بقطعها وهي سخنه. يعني انا طلعتها من الفرن، انا طفيت عليها يا دوب هديت شويه 5 دقايق كده وبعدين طلعتها. عايزه اقول لكم سخنه، وما بنحبش ناكلها الا وهي سخنه، بتبقى سخنه كده وجوسي كده وبتبقى لذيذه. ومع ان هي سخنه وبتلظ كده في بعضها، ولكن انا بطلع الخرطه بخرطتها. ليه؟ امشي على الخطوات اللي انا عملتها دي، هتطلعي المكرونه كده الخرطه بخرطتها. مش هتطلع بقى سباكيتي ومبحتره ومفروله والكلام ده كله، لا 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 خالص. شايفين الجمال؟ بصوا البخار طالع منها ازاي، عشان اثبت لكم ان هي سخنه. بصوا البخار طالع اهو سخنه، ومع ان هي سخنه الخرطه طالعه بخرطتها زي ما انتم شايفين. حاجه كده في منتهى الجمال والله العظيم. الصينيه كلها انا طلعتها خرطه بخرطه. بصوا لذيذه، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا، وحاجه حلوه قوي قوي. ادعوا لي بقى دعوه حلوه كده من قلبكم، وجربوها وتعالي قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وحطوا لايك للفيديو. واسيبكم بقى في رعايه الله، اشوفكم في فيديو جديد على خير. تنسوش تقولوا لي رايكم، مستنيه رايكم لما تجربوها بالطريقه دي. حاجه سهله وبسيطه واكله اقتصاديه كده، والطاجن ما شاء الله اللهم بارك يكفي 5 6 افراد. سيبكم في رعايه الله، اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامه.